اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنيه سلامه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. تعالوا شوفوا المشتريات بتاعت النهارده، حاجات بسيطه جدا جدا وباسعار رمزيه، بس بصراحه فرقت كتير في النتيجه وفي شكل الاكل ككل. بس قبل ما نبدا الفيديو احب افكركم انا امنيه ودي قناتي، ولو دي اول مره بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديده. يلا بينا نبدا ونشوف. انا رحت السوق وجبت ايه؟ جبت شنطتين سوت كده، يعني مش قادره اقول لكم تكلفوا حوالي 70-80 جنيه. اول حاجه هنا جبت الطواجن الفخار دي، وانا النهارده حبيت اختار الطواجن الفخار المقاس ده بحيث ان هي تنفع للفرد الواحد، سواء بقى حلو حادق طواجن ام علي، الحاجات دي بيكون حجمها حلو جدا على قد فرد واحد. طبعا دلوقتي لو اشترينا الحاجات دي قبل دخول رمضان بيكون سعرها اقل شوية، من دخول رمضان سعرها بيكون بقى زيادة. جبت ايه كمان؟ جبت الفخارة التركي. بصراحة كان نفسي فيها من زمان، وكان نفسي اعمل فيها وصفات كتير، فانا اما لقيتها قلت فرصة اجيبها دلوقتي. كانت عاملة حوالي 40-50 جنيه، قلت دلوقتي اقدر اجيبها بدل برضو قرب رمضان ممكن توصل ل100 جنيه وزيادة. قلت بقى نبدأ نعمل فيها وصفات كتير كده هتنفعنا ان شاء الله لحد ما يجي علينا شهر رمضان. هنعمل فيها ايه النهاردة؟ هنعمل فخارة لحمة بالبطاطس، وهنعمل حبة رز معمر زي العسل. جبت بصلاية كده قطعتها طرنشات وبهرتها بايه؟ ملح وفلفل حبهان مطحون، وشوية كمان من البهار التركي. دلوقتي موجود عند العطار اسمه بهار تركي، ده حلو جدا للطواجن، مفيش ممكن نستبدله ببهارات لحمة. فركت كده البصل بالبهارات، وبعد كده جبت حتة لحمة ملبسة كده زي العسل. طواجن ما ينفعش ابدا لحمه تكون حمراء، عايزين لحمه ملبسه، عايزين حته لحمه ضاني علشان كده تبقى طعمها جميل. فركت البصل كده مع البهارات واللحمه، وضفت لهم معلقه كبيره من الخل، والخل هنا علشان يفتت انسجه اللحمه وتستوي على طول. ركنتها على جنب حوالي ساعة لحد ما اجهز بقية الصينية بتاعتنا او مكونات الفخارة. بصلاية قطعتها ترانشات، وجبت البهارات بتاعتنا كانت ملح وفلفل وكمون، معلقة من البابريكا المدخنة او العادية، وكمان برضو شوية من البهار التركي، وحبة كزبرة ناشفة. قلبت البهارات دي وعملتها ميكس مع بعض. هاخد منها حبة على البصل، وهنعيد تاني نفس الكلام، ان فركة البصل بالبهارات بتبقى احلى جدا من غير ما تكون نية في الطواجن او في الصواني. قطعت ترنشات طماطم وفلفل اخضر حامي او بارد، وضفت 3-4 فصوص توم صحيح، وكنت مقطعة البطاطس بس هنا قطعتها مكعبات تكون محملة حبة علشان تاخد سوى اللحمة وما تتكسرش وتتهرى مننا. ضفت كمان شوية من البهارات اللي احنا كنا مجهزينها مع بعض. واخر حاجة هضيفها هي اللحمة اللي احنا تبلناها قبليها بساعة، وممكن كمان لو من بالليل بتتبلتها بالبصل بتاعها. وضفت لها شوية من ميكس البهارات ومعلقتين من الزيت. مش هضيف حاجة اكتر من كده، كده كفاية جدا. طعم البهارات كمان عشان ما يغطيش على طعم اللحمة اللي احنا مستخدمينها. هقلب كده كله مع بعضه. بعد كده هجيب الفخارة، لو جايبينها لسه جديدة نغسلها مرة واتنين وتلاتة بمية وصابون عشان نتأكد ان هي نظيفة مفيش فيها اي طعم او اي ريحة. هبدأ اعبي الفخارة كده، وممكن كمان تدينيها دهنة سمنة في الاول، بس النوع ده ما بيلزقش. ده شكل خلاص الخضار واللحمة بتاعنا. نجهز بقى الكوباية من السوائل. عندك كوباية من الشوربة ماشي، مفيش، انا هنا استخدمت مكعب مرق، وهضيف عليه شوية برضو من البهارات اللي احنا عملناها، ومعلقتين صغيرين من صلصة الطماطم، وهضيف مية مغلية، وهقلب كل ده كده مع بعضه. يدوب كوباية واحدة من المية كفاية، لان لسه عندنا الخضار هينزل ميته. حطيت ورقتين من اللوري بيدي ريحة حلوة، وهقفل على الطاجن كويس جدا جدا، مش عايزة يطلع منه اي بخار. حطيت كده طبقتين من الورق الحراري، وكمان قفلت بالغطاء بتاع الفخارة، وهقفل كل الفتحات كده علشان اكتم اي بخار، واللحمة بتاعتنا تستوي على نار هادية تبقى زي الزبدة. الفرن والع على درجة حرارة 200 سخن جدا. وحطيت الشبكة على أرضية الفرن، بلاش نحط الصينية على الفرن على طول عشان احنا لسه بنجرب الفخارة لأول مرة. نزلت الشبكة على أرضية الفرن بحيث ان تبقاش الصينية على أرضية الفرن. يلا نعمل حبة رز معمر طالما ولعنا الفرن. هنا
انا بحب اول حاجه ابطن الطاجن بتاعي كده بمعلقه من السمنه، وهعاير الرز. لكل كوبايه رز كوباية ونص من السوائل. اهم حاجة ان مقدار الرز وهو ناشف قبل ما يتغسل في الطاجن يكون نص الطاجن. هنا انا عايرتي بالكوباية دي كانت مقدارها نص الطاجن. 4 كوبايات من الرز ل4 طواجن. هحط على كل كوباية معلقة صغيرة مليانة من السمنة، ومعلقة صغيرة معلقة كبيرة من الزيت. يبقى هنحط 4 معالق صغيرين من السمنة، اي نوع سمنة بتفضليه، وكمان هضيف عليهم 4 معالق كبار من الزيت. السمنة للتطعيم والزيت عشان اللمعة والفلفلة. هبدأ ارجع تاني الرز اللي احنا كنا غسلينه ومصفيينه وما نقعناهوش، وبعد ما فرقنا فيه المادة الدهنية انا عايزة كل رزاية تتغلف بالمادة الدهنية علشان ده اللي هيخلي الرز بتاعنا مفلفل. نيجي للسوائل. 4 طواجن او 4 كوبايات من الرز بياخدوا 6 كوبايات من السوائل. عملت 4 لبن و2 مية. ضروري نحط شوية مية مع الطواجن لان ده اللي هيخلي الطواجن بتاعتنا تستوي وكمان تعمل الوش الحلو. ضفت الملح مع اللبن وقلبت كويس ووزعت اللبن والمية. اول حاجة هندخله تحت الشواية لمدة ربع ساعة لحد ما ياخد الوش ويختم بالمنظر ده. وبعد كده هنزله يكمل سواه على نار الفرن عادي. ده كان شكله بعد نص ساعة. شايفين شكله وجماله ولا كانت ريحته خطيرة؟ طبعا لو عندنا قشطة ممكن نضيف قشطة مع اللبن، بس انا حبيت اللي انا بعد ما اخلص ادهن وشه كده بمعلقة من السمنة البلدي علشان تفضل الطعم فيها واضح، حتى لو محطناش سمنة بلدي جوه الطاجن يديله كده لمعة وتطعيمه وبيشرب طعم السمنة بعد ما يطلع من الفرن. ده شكل الطواجن بتاعتنا جهزت. ودلوقتي هنروح نطلع الفخارة بتاعتنا بعد ما قعدت في الفرن حوالي ساعتين. اول ساعة على نار عالية، وبعد ساعة هنهدي النار مثلا اول مرة على 250، ده اول ساعة، وبعد كده نهدي على 200 علشان تستوي على مهلها. وممكن بعد ساعة ونص نفتح نبص نشوف اخبار اللحمة والسوا ايه، لان كل قطعية بتاخد وقت غير التانية. نزلناها كده ولا في بطاطساية مكسورة ولا اي حاجة. مش لازم بطاطس بس، كوسة، جزر، بسلة، فاصوليا، قرنبيط، اللي انت بتحبيه واللي انت تفضليه. ممكن تعملي كده تشكيلة من الخضار، كل الانواع اللي انت بتحبيها. انا النهاردة جربت البطاطس كانت حلوة جدا. المرة الجاية مع بعض هنعمل تشكيلة كبيرة تانية من الخضار، وممكن نستخدم بقى فراخ، ممكن نستخدم حمام، نغير فيه وننوع في الفقارة دي، نعمل بيها أصناف كتير. من رأيي هي كانت أحلى من الطاجن وسواها أحلى من الطاجن، وكمان طريقة التقديم بتاعتها كانت حلوة. مش لازم نجيب حاجات غالية وحاجات كتير عشان نعمل اختلاف في السفرة عندنا. يعني ممكن الطاجن او الفخارة دي مع نوع بهار جديد نعمل نفس صينية البطاطس اللي باللحمة اللي بنعملها كل مرة بس بشكل جديد. يلا نغرف كده حبة رز من المفلفل الحلو ابو وش محمر ده. شايفين ولا واحدة ماسكة ولا اي حاجة؟ طبعا هنا كان برد، لو كان سخن كان بيكون غير كده خالص. وناخد بطاطساية دايبة. انا كنت حاسة ان البطاطساية لسه صاحية مش عايزة تتقطع، دايبة ومش متحملة، واللحمة كانت انعم كمان من البطاطس. عايزاكم تجربوها بإذن الله هتعجبكم. وزي ما قلنا تغيير بسيط بينقل الحاجة من مكان لمكان. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه لو بحاجة بسيطة. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. أسيبكم في أمان الله، أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.